مادام دخلتي لهذا الفيديو فاذا انت باغي تحرر من العقده ديال النقص. واش عمرك جلستي مع راسك وسط الليل ساكت فيه كل شيء الا عقلك، وحسيتي بلي كاع الناس احسن منك؟ كتشوف صحابك واصلين، العائله ديالك ناجحين، وحتى البراني في السوشيال ميديا كيبان لك عايش حياه مثاليه، وانت كتحس براسك ديما اللور. هاد الاحساس ماشي غير حشمه ديال الحشمه ولا تواضع، هادي تقدر تكون عقده ديال النقص. اليوم غادي نحلوا هاد العقده خيط بخيط، نفهموا منين جات، وعلاش كتحبسنا نعيشوا حياتنا، وكيفاش نخرجوا من هاد السجن الوهمي. خود ليك شي كاس ديال اتاي ولا قهوه وركز معايا مزيان، حيت هاد الهضره تقدر تبدل ليك النظره ديالك لراسك. شنو هي عقده النقص في الحقيقه؟ بزاف كيسحاب اليوم عقده النقص هي قله الثقه في النفس، ولكن الحقيقه اعمق بزاف. عقده النقص هي واحد الصوت لداخل كيبقى يعاود ليك بحال شي اسطوانه محروقه: انت ما كافيش، انت ما كتستاهلش. هي فاش كتولي كتقارن أسوأ ما عندك بأحسن ما عند الناس. واحد العالم نفساني قضى حياته كاملة كيدرس هذا المفهوم، كيقول بلي حنا كاملين كنتزادوا عندنا واحد الإحساس طبيعي بالنقص، حيت كنا صغار وضعاف وسط عالم كبير. هذا النقص الطبيعي هو اللي كيخلينا نتحركوا ونتطوروا، ولكن العقدة الحقيقية هي فاش كنحبسوا تما، وكيولي هذا النقص هو النضاضر الكحلين باش كنشوفوا كاع النجاحات ديالنا. حتى حاجة ما كتفرحنا، حيت ديما كيبان لينا شي حد حسن منا. علاش انا بالضبط؟ سول راسك، هاد الصوت منين كيجيني؟ راه ما تزاديناش بيه، غالبا كيكون راجع لواحد من هاد الربعة. اول حاجة، تربية في العائلة. فاش كبرتي في الدار اللي فيها المقارنة بزاف، شوفوا لجيرانكم فين وصل، خوك ديما احسن منك، الدماغ ديالك كتبرمج بلي القيمة ديالك مرتبطة بشنو كيديروا الناس الاخرين، ماشي بشنو انت عليه. تاني حاجة، التنمر والتحكير. كلمة خايبة تقالت ليك في المدرسة على وجهك، على الصوت ديالك، ولا على المستوى المادي ديالك، تقدر تبقى محفورة سنين وتولي هي الحقيقة ديالك اللي كتآمن بيها بلا ما تحس. ثالث حاجة، الفشل المتكرر. فاش كتحاول وتفشل، كتحكم على راسك باللي أنا فاشل كهوية، ماشي أنا فشلت في التجربة كحدث. رابع حاجة، فخ السوشيال ميديا. هاد الشاشة اللي في يدك دابا كنشوفوا الفلترات وحياة الناس اللي مصورة بعناية، وكنساو باللي داك الشي غير لقطة من ألف لقطة ديال التعب والمشاكل. كيفاش كتعرف فيك أقنعة عقدة النقص؟ رد البال، حيت العقدة ذكية وكتحاول تخبى مور وجوه مختلفة. أي ملاحظة عادية من صاحبك كتحس بها بحال قذيفة وكيبقى فيك الحال بزاف. عينك ديما على رزق الناس، الطوموبيلات ديالهم، اللباس ديالهم، وكتنسى النعم اللي عندك. كتهرب من المناسبات حيت كتخاف من النظرة ديال الناس لا يحقروك، والعكس تماما. كاين اللي فيه عقدة النقص كيحاول يغطيها بالتكبر، كيهضر غير على راسو، كيقلل من الشأن ديال الناس، كيبغي يبين راسو واعر غير باش يغطي على داك الخوف والضعف اللي لداخل. عقدة النقص كتدفعك لواحد الطريق مسدود سميتو المثالية المفرطة. ديجا دوينا على فخ المثالية، غتلقاو الفيديو في القناة. مهم نكملو. كتولي تقول اما ندير هاد الحاجة 100% كاملة مكمولة، يا اما بلاش، وهاد الشي كيطيحك في التأجيل. كتأجل الحياة ديالك والمشاريع ديالك، حيت كتحس بلي داك الشي اللي غتنتج ما غيكونش في المستوى. وكاين اللي كيهرب الأحلام اليقظة، كيجلس بوحدو ويتخيل راسو بطل وناجح والناس كاملين كيبغيوه. هاد الخيال كيسكن الوجع شوية، ولكن فاش كتفيق وكتلقى الواقع ما تبدل فيه والو،
كيزيد الاحساس ديالك بالنقص. تذكر ديما انجاز بسيط وحقيقي احسن من كمال وهمي وفي الخيال ديالك. عقدة النقص هي العدو الاول ديال العلاقات ديالك. فاش كتحقر راسك كتولي تظن باللي الناس غير دايرين فيك خير حيت كيهضروا معاك. هادشي كيطيحك في فخ الارضاء. كتولي تقول لاي واحد، كتسمح في الحق ديالك وكتخلي الناس يصدموا عليك غير باش ما يخليوكش. ولا كتقلب لجهه واحده اخرى، كتولي مشكاك مغيار بزاف وكتخاف من اي طرف ثالث حيت في بالك اي واحد هو احسن منك وغادي يخطف ليك الشريك ديالك. تذكر الا ما احترمتيش راسك وقدرتيه صعيب تفرض على الناس الاخرين يقدروك. دابا كيفاش نخرجوا من هاد الدوامه؟ صالح مع النقص ديالك. الكمال لله وحده. النقص هو اللي كيخلينا بنادم. تقبل باللي عندك عيوب، هذه هي القوه الحقيقيه. كاين واحد التمرين ديال ورقه وستيلو. كتب كاع الافكار السلبيه اللي عندك على راسك وسول راسك واش هذه حقيقه علميه ولا غير فكره بقات فيا من الصغر. فكك الافكار ديالك، ما تقولهاش كما هي. حبس المقارنه دابا. قارن راسك مع انت ديال البارح فقط وانت ديال اليوم. واش زدتي شي خطوه لقدام؟ واش تعلمتي شي حاجه؟ هذا هو المعيار الوحيد. نقي المحيط ديالك وبعد على الناس السامين اللي كيتغداو على التنقيص من القيمه ديالك. قلب على الصحبه الصالحه اللي كتشوف فيك احسن ما فيك. فكر في 3 ديال الحوايج زوينين فيك ولا درتيهم في نهارك. حاول دير تدريب للعقل ديالك يشوف النص العامر من الكاس. بغيتك تعرف باللي هذه الرحله ديال التخلص من عقده النقص هي صراع يومي وماشي عيب. غادي تطيح في بعض الايام. المهم هو ما تخليش داك الطفل الصغير اللي تجرح شحال هادي هو اللي يسوق بيك حياتك كامله. انت دابا واعي وعندك القدره تختار شكون بغيتي تكون. القيمه ديالك ما كايناش في داك الشيء اللي عندك ولا في شنو كيقولوا عليك الناس. القيمه كاينه فيك انت كانسان كريم. السجل اللي انت فيه الساروج ديالو كاين بين يديك، غير زعم وحل الباب. الا وصلتي لهنا كنشكرك بزاف على الوقت ديالك. كنتمنى هاد الهضره تكون حركات فيك شي حاجه. خلي لي الراي ديالك في التعليقات. واش فايت ليك حسيتي بهاد العقده وكيفاش كتحاول تواجهها؟ بارطاجي الفيديو مع شي حد محتاج يسمع هاد الهضره. تلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.